السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملائنا الكرام عاملين ايه؟ مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوفونا فيه. النهارده معانا موقع جديد، شقة جديدة، من الحاجات اللي لسه مخلصينها كتشطيب او ديكور. الموقع هنا في كومباوند البركة، معروف طبعا كومباوند البركة في اسكندرية، من اكتر الكومباوندات المشهورة يعني، والنماذج بتاعتها تقريبا بقت معروفة للناس كلها. يمكن ده خامس او سادس نموذج نعملوه في الكومباوند. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله قدرنا نخلص كذا نموذج هنا يعني في الكومباوند. هنا حبينا ان الموقع بتاعنا يبقى بشكل مختلف شويه. الكومباوند هنا بيسلم الموقع نص تشطيب، او عامه بيبقى واقف على الفينشنج يعني، بيبقى يا دوبك فيه كورنيشه فيوتك في السقف، الحوائط مسحوبه معجون، الابواب راكبه، مفيش تشطيب صحي. بيبدأ العميل هو ياخد المكان ويعمل الديزاين بتاعه اللي هو الديكوريشن، ويفرش ويسكن يعني. فاحنا استلمنا الموقع كده بالفعل، الارضيات راكبه وكرانيش بس فيوتك في الزوايا. بدأنا ان احنا بقى نشتغل على الموقع في الديزاين. اتكلمنا مع العميل، العميل عنده الاساس بتاعه موجود، بينقل من مكان لمكان. اخدنا التفاصيل بتاعه الاساس اللي موجوده، وبدأنا نشتغل على الابعاد اللي موجوده عندي والتقسيم الاساس ده، والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نوزعه الحاجات اللي موجوده من غير ما يحصل تهدير او حاجه في الاساس اللي موجود القديم يعني. بدانا ان احنا نستغل المساحه زي ما هنعرض لحضراتكم دلوقتي. انا عندي الريسبشن هنا زي ما احنا شايفين، هيبقى قطعتين. القطعه دي هيبقى فيها الصالون، والقطعه دي اللي هيبقى فيها السفره. اشتغلنا هنا على الجزء بتاع السفره، ان السفره هتبقى في الجزء ده كده، الترابيزه بتاعت السفره بالكراسي، وعملنا السقف الفلات، وعملنا فيه الليد بروفايل بشكل سيمبل كده وبسيط، على اساس يبقى الجزء بتاع السفره او الجزء اللي فوق السفره مميز. وعملنا النجفه دي هتبقى فوق السفره على طول. عندي الحائط ده هيبقى هنا فيه البوفيه اللي موجود، وهيبقى فيه 2 ابليك شمال ويمين البوفيه. عندي الجزء الثاني هنا اللي هيبقى فيه القعده او الصالون اللي هيبقى موجود. طبعا احنا فصلنا الجزء ده عن الجزء ده بالديكور اللي موجود، اللي هي البانوهات اللي احنا عاملينها بالابليك الاب داون. حبيت هنا في الموقع ده ان انا اغير او اميز الشكل بتاع البانو شويه. يعني احنا متعودين على البانو التقليدي اللي هو فوق وتحت، او بانو طويل على الحيطه. فهنا حبيت ان انا اغير التفصيل شويه، واعمل حاجه تبقى مميزه، والحمد لله رب العالمين طلعت بشكل حلو وطلعت بشكل مميز. مع اضافه برضو اللايتنج، يعني الابليك الاب داون ده معاها اداها تميز اكتر. هنا برضو العميل برضو ما كانش حابب ان هو يعمل يونت كامله للتلفزيون، ما تبقاش حاجه برضو كبيره ومكلفه، وفي نفس الوقت تبقى باينه ان هي مميزه. فاشتغلنا، كان في هنا الاعمده اشتغلنا عليها ببيت النور بالجبسون بورد، وبرضو اشتغلنا بالبانوهات بطريقه مميزه، واشتغلنا بالقطيفه مع اللون على اساس الدنيا برضو تبقى باينه ان هي فيها ديكور، وفي نفس الوقت تبقى سيمبل وتبقى بسيطه. فظبطنا هنا الجزء بتاع القعده، وهنا الجزء بتاع السفره زي ما شرحنا لحضراتكم. عندي هنا الجزء بتاع الممر او المدخل بتاع باب الشقه. اشتغلنا برضو بنفس الابليك الاب داون، بس بنوع مختلف. وفضلنا ان احنا نحط مرايه هنا في مدخل المكان، على اساس تديني وسع. المدخل ضيق شويه، فحطيت مرايه برضو تديني شكل ديكور وتديني وسع للمكان. العميل كان مفضل ان هو يحط الحجر، يعني نعمل ديكور بالحجر في الجزء ده، فانا اقترحت عليه ان احنا نعمله المرايه على اساس تديني شكل ديكور وتوسع معايا المدخل وانا داخل، ما تبقاش الدنيا ضيقه. واشتغلنا عليها ان احنا نزود اضاءه برضو في الجزء ده عن طريق الاباليك زي ما حضراتكم شايفين. وعندي في الاول هنا الحمام بتاع الضيوف او الجست باثروم.